سيد عبد الحفيظ، ويعني ايه كلمة جامد يا ميدو؟ كولر متمسك بعدم رحيل اي لاعب للمنتخب الاولمبي خلال ايام اعلان تجديد التعاقد مع عمرو السولية ومحمد هاني. التجديد لعلي معلول قرار نهائي. المفاوضات لا تزال مستمرة مع يحيى عطية الله، واقتراحات وطلب زيادة الاجانب الى 8 محترفين، والاهلي يؤيد القرار. بريرا وانتهاء عقده نهاية الموسم الحالي. اهلا بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد على قناه استاد الاهلي، ويعني اخدنا جرعه كده رفع معنويات من اخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم يا رب. عاملين شغل كويس وعايزين ندعي لهم، ربنا ينصرهم ويأيدهم ويشفي جرحاهم يا رب، اللهم امين. عايز اول ما ابدا عايز اتكلم عن موضوع سيد عبد الحفيظ لما قال كلمة جامد. ويا جماعة اللي انتم مش واخدين بالكم منه، وميدو دايما دي طبيعته، يصطاد في المية العكرة، مش الماء العكر، لا المية العكرة، المية العكرة. ومش انت جامد ومش انت جامد، طب خلي الانديه تاخد زيك علشان خاطر تعمل وتسوي وعشان خاطر تنافسك، انت خايف ليه؟ ده الزمالك برجل واحده مش عارف خد 80% يا اخي ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي قال كلمه جامد اول من قالها في البرنامج كان عفيفي، وجامد اللي شرحها السيد عبد الحفيظ وقال كلمه جامد كتير. معنى ايه ان الاهلي جامد؟ والزملكاويه على فكره فاهمين المعنى ده. يعني ايه الاهلي جامد؟ يعني عارف اللوائح والقوانين صح، عارف ياخد حقوقه صح. واقربها ازمه كهرباء، لما حصلت المشكله اللي حصلت في ماتش القمه، وقالوا انه اخطا ومش اخطا والكلام ده وتاويل ومش تاويل، وطلع رئيس نادي الزمالك السابق شتمه، وانطلبوا الاثنين للتحقيق. راح اللاعب بتاعنا، راح كهربا حضر التحقيق، ورئيس النادي ما راحش، التاني اللي هو احد طرفي المشكله ما راحش. فانت خلاص ما تنزلش عليا عقوبه. وده الاهلي كان واقف صارم في الموضوع ده، وكان اتحاد الكوره ولجنه الانضباط كله ما يقدر، عارف ان الاهلي معاه حق، علشان كده سكتوا وقالوا كهربا هيلعب. فهو ده ميدو. يعني ايه كلمه جامد؟ الاهلي عارف القوانين وعارف اللوائح صح ومذاكر صح، علشان كده عارف اللي له واللي عليه. لو عنده شك في موضوع كهربا، انه كهربا فعلا ما ينفعش يلعب، ما كانش هيلعب كهربا، كان الاهلي هيلعب القمه. لكن الاهلي عنده ناس دارسه وعارفه القوانين وعارفه اللوائح، حتى لو فيها اخطاء بس عارفاها على وضعها الموجود. ما هو ده انت هتعمل ايه؟ عشان كده اتحاد الكوره او لجنه المسابقات، لجنه الانضباط، ما حدش بيقدر يتكلم مع الاهلي. ليه؟ عارف ان الاهلي حافظ الطريق ماشي ازاي. ولو ان انا عندي مشكله كبيره في موضوع مش فاهمها، في موضوع حسين الشحات، اللي لحد دلوقتي ما زال الموضوع تقريبا معلق ومش عارفين انتهى على ايه ولا رايح لحد فين. دي يعني موضوع كلمه جامد اللي عمال يطنطن عليها ميدو، وطالع صياح ليل نهار على التلفزيون وهنا وهنا. وانا عايز اقول يعني رساله للزملكاويه الصراحه: حبوا ناديكم اكتر ما تكرهوا الاهلي. يا كل زملكاوي، يا زملكاويه محترمين، يا اللي عندكم عقل، حبوا ناديكم اكتر ما تكرهوا الاهلي. يعني كل واحد ناديه فيه خيبه واقع، فخلاص يسيبه في خيبته والوقوع اللي هو فيه ويروح يكره الاهلي. يا عم طيب انت ركز، ادعم ناديك عشان خاطر يكبر ويفوز وينتصر ويجيب دخل ويجيب فلوس، وما يبقاش محتاج لحد، ما يبقاش عليه قضايا، ما يبقاش عليه مديونيات ولا كل المشاكل دي. فيا جمهور نادي الزمالك، حبوا ناديكم اكتر ما تكرهوا الاهلي، حبوا ناديكم اكتر ما تكرهوا الاهلي. دي رسالة لجمهور نادي الزمالك. الموضوع الثاني ان كولر متمسك بعدم رحيل اي لاعب للمنتخب، وغاضب جدا من ادارة الاهلي بسبب المبالغة في التعاون اللي بين الاهلي والمنتخب. ورغم انه يعني احنا شايفين بيطلعوا يقول لك الاهلي بيقدم مصلحته على مصلحة المنتخب. تخيل بقى ان كولر الاجنبي شايف ان انت يا نادي اهلي، يا اداره الاهلي، تعاونكم مع المنتخب بيجي على حساب نتائج الفريق وعلى حساب الفريق. كولر غاضب جدا، وزاد غضبه طبعا لانه في المره اللي فاتت في
استدعاء اللاعبين قبل الاجنده الدوليه من حسام حسن، بعد ما كان اجتمع معاه واتفقوا على اتفاقات حسام حسن اخلي بيها كلها وما نفذش اي حاجه، وبرضه طلب اللاعبين قبل الاجنده الدوليه، والنادي الاهلي قال له انت معلش عندك حق يا كولر، بس يعني هنخلي اللاعبين وهنحاول نوسطن الامور ما بينك وما بين حسام. وبعدين جاء بقى تاني موضوع المنتخب الاولمبي، وانت طالب كمان اهم 3 لعيبه في الفريق، محمد عبد المنعم، طالب امام عاشور، وطالب مصطفى شوبير، وفي كلام كمان بيقال انه مطلوب محمد الشناوي. كمان انت عندك 6 هناك في المنتخب الاولمبي، ولا معرفش عندك كام لاعب، بدول اظن هيبقوا 7. يعني انت واخد 7 لعيبه للمنتخب الاولمبي من النادي الاهلي، مع ان ده الشيء اللي هو يعني فرض، يعني اذا النادي الاهلي رفض مفيش عليه اي مشكله. فالنادي الاهلي عمال يحاول انه يقنع كولر انه حتى يسيب محمد عبد المنعم، وكولر رافض بشده، حتى لدرجه ان هو قال لهم انه يعني انتوا كده ما تسالوش عن نتائج. محمد عبد المنعم من اهم اللعيبه عندي، امام عاشور من اهم اللعيبه، مصطفى شوبير، محمد الشناوي، فانتوا هتاخدوا اللعيبه دي ازاي؟ طب وبعدين احنا مستنيين نشوف النادي الاهلي هيوصل لحد ايه، لحد فين مع اداره المنتخب الاولمبي. الخبر اللي بعد كده انه خلال الاسبوع القادم او الاسبوع اللي جاي يعني هيتم اعلان تجديد التعاقد مع عمرو السوليه ومحمد هاني، وخلاص تقريبا تم الاتفاق على كل حاجه، المقابل المالي والاعلانات وما الى ذلك، والتجديد الاسبوع المقبل ان شاء الله. بالنسبه لموضوع التجديد مع علي معلول، دم او اداره الاهلي اخذت فيه قرار نهائي، واللي مفوض بالموضوع كله من الالف للياء بالتجديد مع علي معلول، والاتفاقات والجلسات معاه وهيوصلوا لايه وكل الكلام ده، هو الكابتن محمود الخطيب. علي معلول هيجدد يعني بعد ما يتفقوا ان شاء الله، هيتفقوا كل حاجه باذن الله. علي معلول في الاهلي، يعني رغم ان في معلومات تانية انه صفقه يحيى عطية الله ما زالت ماشيه وما زال التفاوض شغال، والاهلي ماشي في انه يجيب يحيى عطية الله، ومستنيين ان شاء الله لو طلع اي خبر جديد بخصوص الصفقه دي نعلن حضراتكم بيها باذن الله. الزمالك هيلعب مباراه سيراميكا، ده قرار نهائي. طالع الزملكاويه اللي بيقولوا انه تنفذ مطالبه، مفيش اي مطالب من مطالب الزمالك اتنفذت. بيقول لك انه بريرا لازم يمشي، بريرا هيمشي نهايه الموسم، عقده هينتهي اظن خلال شهر اظن، او خلال نهايه الشهر اللي جاي، وكده كده الراجل ماشي. عايزين يمشوه النهارده ولا الايام اللي احنا فيها دي، هيدفعوا له 3 شهور من راتبه، 27 اظن، 27 او 27,500 ألف دولار، 27,500 $27,000. فهم قالوا كده كده هو ماشي يعني، ف مفيش اي حاجه من مطالب اللي الزمالك طلبها اتحققت. وموضوع الدوري اللي هو النظام الجديد اللي هيتعمل للدوري ده خلاص يعني تقريبا متفقين عليه، وهيتم عمله بدايه من الموسم اللي جاي، اللي هو النظام اللي هو 18 فريق يلعبوا، كل فريق يلعب ماتش، وبعد كده ال10 فرق اللي هم اللي فوق هيلعبوا على برضه كل فريق يلعب ماتش على اللي هو يوصل لاول الدوري، وال8 اللي تحت هيلعبوا على مين ال3 اللي هيهبطوا من الدوري. ده بالنسبه للشكل الجديد جدول الدوري للموسم اللي جاي. وعندي اخبار تانية مهمة جدا، بس طبعا عشان يعني طول وقت الفيديو، فباذن الله نقولها في فيديو جاي باذن الله. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.